السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا بقى ايه الاكل اللي انا عملته النهارده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا يا حبايبي، انا كان جاي لي النهارده ابني وعياله. طبعا كنت محتاره هعمل ايه، ما كانش عندي اللي هم 3 وراك بس في قلب الفريزر. ما كنتش قادره انزل عشان انا رجلي وجعاني، ما كنتش قادره انزل، فرحت قمت بصيت في الشقه، وما لقيتش اللي هم ال3 وراك، وكان عندي بعت الواد جاب لي كيس ملوخيه، وكل حاجة كانت موجودة في البيت الحمد لله. طبعا مسكت اللوبيا كنت سلقاها وكده. بصوا يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا اله الا الله، محمد عبده ورسوله. اهو يا حبايبي، جبت هما ال3 وراك. طبعا كلكم ستات بيوت وجمال ونضاف وزي القشطه. طبعا انا مش هقول لكم على تنظيف الفراخ، طبعا انتوا عارفين بتتنضف ازاي. انا بنضفها يعني بالنيابه عني انا، بالليمون والملح ودقيق. لا، الخل بحس ان هو بيزفرها. مسكت الورك بقى، قطعت كل الورك نصين. اهو يا حبايبي، قلت عشان يقضي حتى مش مشكلة، اهم حاجة العيال الصغيرة ولاد ابني، وما فيش مشاكل يعني، هما بس لان هما حبايبي ونور عيني وحياتي، كلهم عيالي. ربنا يخليهم لي يا رب ويشفي لهم امهم. ادعوا لها، والله ادعوا لها ان ربنا يشفيها، لان هي تعبانة جدا. ربنا يشفيها ويخليها لولادها يا رب. اهو يا حبايبي، معلش انا طولت عليكم كده، انا اسفة. طبعا هي خلصتها، وكنت انا حاطه الميه على النار علشان اسلقها. انا كنت غسلان، المهم هشطفها شطفه برضو تاني. وكنت بقى هعمل كيلو رز طبعا عشان الولاد. وجبت كيس ملوخيه بسمه. ما قدرتش والله ان انا اجيب ملوخيه واقطف واخرط، هي بتبقى اطعم بصراحه الحاجه اللي نقطف ونخرط دي احلى ملوخيه واطعم ملوخيه بصراحه. وهعمل الرز واحده واحده برضو عشان ما كانش عندي شعريه، كانت بص الشقه مشطبه يعني. انا كنت بسلقها علشان خاطر ان انا محتاجه الشوربه هعمل بيها الملوخيه. بصوا ملوخيتي يا حبايبي، اهي يا دوبك فارت فوره كده، وهننزلها عشان ما اخليهاش تغلي قوي ما تقطعش. الحله سخنه بصوا. قولوا لي بجد انا مش عارفه انا مجنونه ولا ايه، ما امسكهاش بحته ليه. كنت محضره طبعا التومه اهو وكزبره وحته سمنه. حته سمنه، ما تكتروش السمنه. هحمر بقى التوم بتاعي وهتش الملوخيه، والريحه تطلع الجميله بقى. وتيجي جيران تخبط عليا وتقول لي انت عامله ملوخيه، هقول لهم لا انا مش عامله ملوخيه، عشان ما حد يقول لي هاتي حبه. لا انا عينيا اهلا وسهلا باي حد والله العظيم، اللي يجيلي ده ينور واشيله فوق دماغي. اهو يا حبايبي بص، شفت شكل الملوخيه؟ يا على الريحه بتاعتها. بصوا انا عايزه دلوقتي حالا اقوم اكل، بس لسه انا ما كملتش الاكل وهم جايين في الطريق. طبعا بقى كنت محضره لهم عصير، ومحضره حاجات مخلل وكده، واللي يعجبه حاجه ياكل. طبعا التوابل انتوا اللي بتحبوه حطوه.
انا بالنيابه عني انا حاطه توم باودر وبصل باودر وحبه كمون وحبه كزبره ناشفه وحبه بابريكا وحبه ميه. انا المفروض الميه دي بدلها لبن، بحط بدلها لبن، بس انا ما عنديش لبن، فانا حطيت شويه ميه وبيضه. برضه انا ما بحطش بيضه يا حبايبي، حطيت المره دي اضطريت ان انا احط بيضه علشان خاطر انا ما عنديش لبن. اللبن بيخليها جميله 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 بجد. البيضه اهي كسرتها وهربها كويس. انا والله كنت واخداها تجربه بس طلعت طعمه جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما تنسوش والله تدعوا لمرات ابني بالشفاء عشان هي تعبانه جدا، ربنا يخليها لولادها يا رب. ولادها مالك وملك. ربها بقى كويس عشان ما يبقاش فيها ايه كلاكيع. اسمها ايه يا حبايبي، كتالولات ولا كتولات مش عارفه. بص احسبوها زي ما تحسبوها. انا عارفه دلوقتي ان انتوا دلوقتي بتعيبوا عليا، محدش عيب عليا عشان انا هسمعكم. اهو يا حبايبي هنزل بقى بيها كلها في التتبيله. على فكره المفروض تسيبوها شويه في التتبيله، انا ما سبتهاش عشان انا كنت مستعجله. ما بحبش اعمل اكل وحد قاعد، بحب ايه ابقى فاضيه واقعد بقى ايه معاه. اهو يا حبايبي هعملها في التتبيله بتاعتها. المفروض تسيبوها 10 دقايق ولا حاجه، انا ما سبتهاش عشان انا كنت مستعجله. بصوا الاكل اهو بعد ما خلص طبعا. ايه رايكم؟ بصوا مستويه وجميله من جوه ازاي. انا باكل على فكره، اخد نايبه قبل العيال ما تيجي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص الرز نقشاه نقشاه بالمنقاش. انا بحب الرز الواحده وواحده على فكره، بيبقى طعم طعم بجد. واللي بتحب تعمله بالشعريه بيعملوه بالشعريه، بس انا بحب واحده وواحده. وما كانش عندي شعريه كمان. وهي اللوبيا بتاعتي ما كترتش فيها القوطه عشان تتاكل، لان انا لو كترت القوطه هياخدوا الدمعه بتاعتها ويسيبوا لي اللوبيا. انا عارفه ولادي. اهو يا حبيبي. لا اله الا الله. يلا ما تنسوش بقى ايه تشجعوني. مع السلامه.